السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم جديد في القناه ديالكم شروحات بالدارجه. الخوت، في هذا الفيديو ديال اليوم غتعرفوا معايا على الطريقه كيفاش تقدر تفعل التطبيق ديال بريد بنك موبيل في التليفون ديالك بطريقه سهله وبلا ما تمشي للوكاله. كندخلوا الخوت دابا البلاي ستور اولا الاب ستور على حساب النوع التليفون انت باش خدام، وكتمشي لمحرك البحث في البلاي ستور اولا الاب ستور وكتكتب بريد بنك موبيل، وغتلقاه هنايا غتانستالي هاد لابليكاسيون. وكما تلاحظوا معايا هذا هو الاصدار الاخير اللي كاين دابا في بلاي ستور اللي غتيليشارجيو دابا النيت، وغنكليكيو على انستالي. وهنا الخوت كما تلاحظوا معايا راه الحجم ديال هاد لابليكاسيون راه صغير، تقريبا راه 22 ميغا، راه دغيا غادي تانستالي لكم في التليفون ديالكم. وغنتسناو الخوت شويه على ما تانستالا. من بعد الخوت فاش غادي تانستالا لينا هاد لابليكاسيون ديال بريد بنك موبيل غنكليكيو على اوفغير اولا فتح. ومن بعد الخوت غنتسناو شويه على ما تفتح معنا الواجهه الرئيسيه ديال هاد لابليكاسيون. من بعد الخوت كتفتح معنا هاد الصفحه. هنا الخوت تيعطيوك واحد الوضع تجريبي، هاد الوضع ديال ديمو الا بغيتي تتعرف على لابليكاسيون قبل ما تفعلها. حنا نمشيو مباشره للتفعيل وغنبدلوا اللغه ديال لابليكاسيون. غنكليكيو على هاد الحرف ديال اف ار، وهنا كيعطيوك تختار اللغه اللي بغيتي تخدم بها، سواء الفرنسيه ولا العربيه. حنا نختاروا اللغه العربيه. من بعد الخوت كيطلعوا لك هاد جوج اختيارات. خلص هاد الاختيار الاول الا بغيتي تفتح حساب عندهم. حنا ديجا عندنا حساب، غنضغطوا على تفعيل بريد بنك موبيل. من بعد الخوت كيطلع لنا هاد الميساج. هاد الميساج الخوت تيطلبوا منك انك تعطي لوطيريزاسيون لهاد لابليكاسيون. ومن بعد الخوت كتكليكي على استمر، وغتعاود تكليكي على تفعيل بريد بنك موبيل. هنا الخوت كما تلاحظوا معايا كيعطيوك تكتب رمز التفعيل. حنا مازال ما عندناش هاد رمز التفعيل، غادي خصنا نطلبوا رمز التفعيل. طلب رمز التفعيل، كتكليكي على هاد طلب رمز التفعيل. هنا كيعطيوك تدخل رقم العقد اولا رمز العقد ورقم الهاتف النقال والبطاقه التعريف الوطنيه ديالك الرقم ديالها. الا ما بقاش عندك رمز العقد تقدر تكليكي على هاد نسيتو رمز العقد الخاص به اللي كيكون في الوراق اللي عطاوك اول مره. هنا الخوت تدخل رقم الهاتف ورقم البطاقه الوطنيه، وخاص تكون عطيتيهم البريد الالكتروني باش يصيفطوا لك رمز العقد. مزيان، دابا الخوت انا ندخل هاد المعلومات بشويه عليكم نتوما تدخلوهم باش ما تلقاش شي مشكل. من بعد فاش كتدخل رمز العقد ورقم التليفون ورقم البطاقه الوطنيه كتكليكي على تابع. هنا الخوت تيقول لك تم ارسال رمز اعاده تفعيل عبر اس ام اس. كتكليكي على موافق وكيوصلك واحد الميساج من عند البريد بنك. هو هذا الخوت الميساج ديالنا. ومن بعد الخوت كندخلوا هذا رمز التفعيل اللي وصلنا في ميساج وكنكليكيو على تابع. هنا في هذه المرحله الثانيه كيعطيوك رمز العقد ديالك. هنا واحد الملاحظه الخوت، رمز العقد موجود في عقد اشتراك بريد بنك موبيل الذي تم تسليمه لكم في الوكاله. صافي، من بعد تدير تاكيد. هنا الخوت في هذه المرحله الاخيره اللي خصك تدخل واحد رمز سري قوي يكون متكون من 5 ديال الارقام. هذا الرقم الخوت راه هو باش تبقى تفتح لابليكاسيون ديالك. وهذا الرمز السري الخوت راه متكون من 5 الارقام. وحاول الخوت هذا الرمز ما تعطيه حتى شي واحد، يبقى عندك غير نتايا. من بعد فاش كتكتبو وكتعاود تاكدوا كتكليكي على اعاده تفعيل بريد بنك. هنا كيوصلك واحد الميساج تم تفعيل تطبيق بريد بنك موبيل بنجاح. هنا كيطلعوا لك السميه ديالك. هنا كيبقى تدخل دابا نتايا الكود اللي درتيه. من بعد فاش كتدخلو كيتفتح معاك التطبيق مباشره على هاد الواجهه. هنا الخوت تلقى الحسابات ديالك، كتكليكي على هاد حساباتي، وهنا غادي تلقى الحسابات ديالك. هنا الا عندك حساب رئيسي حساب الشيك كتلقاه هنايا. خلاص الا عندك حساب منحتي كتلقاه في هاد وسائل الاداء الخاصه به. وهنا كتلقى الكونت ديال المنحه ديالك وحدها كتلقى السولد ديال المنحه ديالك. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد الفيديو. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا حطيت اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكل نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.